السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم هذا الفيديو ديال المحتوى ديالي اللي كندير. هذه هي المحتوى ديالي اللي كتقولوا بزاف ديال الناس دخلوا عندي وكيقولوا لي المحتوى ديالك ما عجبناش، المحتوى ديالك ما شوف المستوى، المحتوى ديالك هذا هو المحتوى ديالي اللي كنقدم. انا المحتوى ديالي عارفه زوين وعجبني ودائما مقتنعه به وما كنخافش، يعني كنعمل هذيك الشيء اللي زوين اللي كيريح لي الخاطر ديالي. وكنعمل لي كوموند كما كتشوفوا الحلويات العراس، الحلويات السوابع، واللي ما جانيش لي كوموند كنعمل لوليداتي والحمد لله. وهذا الشيء هو اللي مشرفني وعجبني والحمد لله. هذا الشيء اللي بغيت نعمل له انا الاشهار. هذه هي المحتوى ديالي اللي بغيت نعمل له الاشهار حتى هو يتروج شويه ويشوفوه الناس بزاف. هذا علاش ما كنديرش شي حاجه اللي تافهه وبغيت الناس يشوفوها، لا، انا كنعمل الحاجه اللي زوينه واللي بغيت الناس يشوفوها ونزيد نتعرف اكثر. كما كتشوفوا هذا الكوموند هذا ديال السبوع. عملت الكعب، يعني 2 كيلو ديال اللوز، 200 كعبه اللي عملت، السنته 160 حبه اللي عملت، وهاد السبيعات هادو عملت 160 حبه. يعني انا ما كنعملش شي حاجه اللي خايبه اللي غادي تسيء السمعه ديالي. والحمد لله غدا ولا بعد غدا يقولوا لي راه المحتوى ديالك ماشي في المستوى، عليهاش ما دخلناش عندك. انا كنقول لك انت اختي او انت اخي، اللي دخل عندي مرحبا واللي ما دخلش عندي مرحبا، عادي جدا. وهذا الكوموند هذا اللي كتشوفوه ديال الرزيزه، هذا الكوموند هذا عندي فيه 35 وحده وراه مشاو حتى الرباط. عندي 20 في 15 ومشاو تبارك الله حتى الرباط. هذا الكوموند هذا وراه تصيفط حتى لفرنسا. مولاتو يعني ديال الرزيزه راه صيفطاتهم بنتها حتى لفرنسا، وهذا شرف ليا والحمد لله. وانا المحتوى ديالي مقتنعه به والحمد لله. مولاتو صيفطاتهم بنتها لفرنسا. باش ما تقولوش انا المحتوى ديالي ناقص. بزاف ديال الناس اللي دخلوا عندي وقولوا لي المحتوى ديالك ما عجبناش والمحتوى ديالك ناقص، هذيك الهضره راني ما كنسمعش نهائيا. ومني كنشوف ديك التعالى كيجيني الضحك عليكم، ما كيجينيش الضحك على راسي. انا بالعكس، انا المحتوى ديالي فرحانه به. اما هذا الفيديو هذا هو اللي عجب الناس بزاف. شريت آلة ديال التصبين، يعني دابا راها قريبه تكمل عندي عامين، وكنشرح كيفاش هذا ديال زعما كيفاش تستعملها، كيفاش تخدمها. وجاوني عليها بزاف ديال التعاليق بان عاود لنا الفيديو وشرح لنا مزيان، ووقع عملت عليها 2 فيديوهات وطلعوا بجوج. اما هذه الشباكيه هذه ديال رمضان، هذه عملت انا وليداتي اكثر من 5 كيلو ديال شباكيه، وكل تبارك الله جات زوينه وعملت عليها فيديو. والشباكيه يعني بواحد الطريقه اللي زوينه وانتم كتشوفوها بان شرب العسل وزوينه. هذا هو المحتوى ديالي اللي كيشرفني، ما كيشرفنيش شي حاجه اخرى اللي غادي نديرها وما عمري غادي نديرها. اما هذا الكوموند هذا الكوموند ديال واحد الاستاذه، الحلوه ديال العيد اللي طلباتها مني وصوبتها لها. هذا هو المحتوى ديالي. كنقول لكم اللي كتقولوا المحتوى ديالي ما عجبكمش واللي ما كيعجبوش المحتوى ديالي باغي المحتوى ديال التفاهات، حيت هو تافه. عليهاش باغي المحتوى ديال التفاهات. اما هادو القفاطن اللي كتشوفوا كنصاوب لهم الحزومه، 2 قفاطن هادو خيطتهم انا بيدي وصاغبت لهم الحزومه انا. وهادو القفاطن مشاو حتى نوزن، هادو موليهم 2 بنات من الوزن. هادو القفيطنات. هذه هي الصنعه ديالي. كنعمل الخياطه، كنعمل الحلوى، كنخدم الرنده، وربت بيت في داري، جالسه في داري، ما كنخرج ما كندروج، يعني جالسه في داري. وهذا هو المحتوى ديالي اللي كيشرفني. هذه هي الخدمه ديالي كما كتشوفوا. هذا الفيديو هذا حتى هو راه طلع وعجب بزاف ديال الناس اللي كيشوفوه، وعجب بزاف ديال الناس اللي محترمين وكيعجبهم الحاجه اللي زوينه. اما هادو الكعب اللي كتشوفوا دابا عندي هنا 220 كعبه اللي خدمتها انا.
يعني تقريبا 2 كيلو د اللوز ونص، 220 كعبة هنا صوتة لواحد العرس اللي مشاو حتى نتاونات كما كتشوفوا. يعني عندي مست في الكراطن ديالهم مشاو حتى نتاونات. هذا هو المحتوى اللي كيشرفني، ملي كنشوف المحتوى ديالي وكنشوف الفيديوهات ديالي وكنطلع ونشوف شنو خدمت كنفرح بزاف حيت عاجبني المحتوى ديالي. اما هاد الحلوى هادي عملتها انا وليداتي، يعني مني كان يكون ما عنديش الكوموند، ما عندي ما ندير، كنوض كنعمل شي حاجه لوليداتي، كنفرح وليداتي هكا في العشيه، كنخدم شي حاجه ياكلوها وليداتي، يعني كنعمل فيديو كنصورو كننزلو. والحلوى وداكشي اللي ما عنديش الكوموند كياكلوه وليداتي بصحتهم وراحتهم، بالصبر يبقاو لي ربي ويخلي جميع المسلمين والناس كلها يبقاو لوليداتها يا ربي. اما هذا القفطان خيطته انا، هذه الصنعه ديالي، شرف ليا انا خيطته، والصنعه ديالي هي هذه. علاش انا ما لبستوش ووقفت؟ شوفوا القفطان كي جاني علاش؟ حيت الانسان محترم والمستوى ديالو محترم والفيديوهات ديالو محترمين. خيطته وعملت عليه 2 فيديوهات وصورته فقط هكا منزل، ما لبستوش وقلت لكم كيف جاني. علاش؟ حيت انا محترمه، ما غادي نبيعش راسي ونبيع الاعضاء ديالي ونقول لكم كيف جاوني، حرام عليا. هذا الشيء ما كاينش في الدين ديالنا وفي الدين ديال الاسلام. اما هذا الفيديو اللي كتشوفوا دابا حتى هذا فيديو ديال العرس، عندي فيه هنا 6 اشكالات وكل شكل فيه 140 حبه من اللوز اولا ديال صابلي اولا الحلوى ديال السنته. عندي هنا 6 ديال الشكيلات ديال الحلوى كما كتشوفوا. هذا الفيديو ديال الزيتون ديال الجبل، حيت انا جبليه وكيعجبني الحاجه ديال الجبل، واللي يخطي علينا الرزق ديالنا ديال البلاد وديال الجبل. هاد القنبوره اولا هاد البيدوه اللي عمرتها بالزيتون مخلع وشاركته معكم، عملت عليه فيديو. يعني اي حاجه عملتها في داري كنعمل فيها عليها فيديو كننزلها. جاب الله وطلعت الحمد لله، ما جابش الله وطلعت عندي عادي جدا، ما عنديش مشكل انا نهائيا. يعني جابش الله مرحبا، ما جابش الله كنلقى راسي بان عملت فيديو، عملت اللي عليا وعملت الفيديو زوين وحطيته اللي شافوه الناس، نساء اولا بنات اولا رجال، يشوفوا شي حاجه محترمه ما غادي نبيعش فيها راسي نهائيا. هذه الجلابه خدمتها انا حتى هي بالرنده، الجلابه ديالي خدمتها انا بيدي وعملت عليها فيديو وحطيتها. علاش انا ما لبستهاش وقيستها وبنت قدامكم وقلتكم كيف جاتني؟ علاش؟ شنو هو السبب؟ لحقاش انا محترمه وداري محترمه وكنقي الفيديوهات ديالي محترمين، ماشي فحال شي وحدين كيبيعوا الاعضاء ديال ولادهم والاعضاء ديال النساء ديالهم وكيصوروا فيهم وينشروا فيهم ويقولوا حنا مشهورين. اما هذيك الشهره رانا ما كتعجبنيش وما كتدخل لياش للراس نهائيا. الانسان اللي كيشوه ولادو ويشوه دارو ويصور ولادو باش يطلع ويشد عليهم الفلوس والمال، يعني هذيك ماشي شهره نهائيا. كيعجبني انا الانسان يكون مشهور في شي حاجه اللي زوينه. مازال يعني الانسان راه ماشي مشهور غير انه هو فقط كينصب على الانسان، وانا باقا كنقولها هو فقط نصاب كينصب على الانسان. التلالل النصب ديال الجاليه الخارجيه ديال الناس الجاليه اللي برا مقيمين في الخليج اولا في الخارج، وسلم النوم ما بقى حتى شي واحد يديها فيه يصيفط ورجع ينصب علينا حنايا وينصب عليا انا فقط عندي واحد الكلمه ديال المعقول، كسحب لي داير معنا المعقول، ما كسحب ليش داير معنا النصب وهو نصب علينا. ولكن خلت الله تعالى وتبارك. هذا هو المحتوى دلالاتك، كنقول له هذا هو المحتوى دلالاتك. كنتحداه دير مرتو شي فيديو بحال هاد الفيديوهات اللي عملت انا، سواء درنده ولا الخياطه ولا الحلوى، وتنزلو وما تحطش فيه وجهها، ما تحطش فيه التصويره ديالها، هي كتبيع وجهها وهو كيبيع وجهه باش يتخلص ويشد الفلوس. انا ما كنديرش هكاك وما عمري غندير هكاك، انا فقط كندير المحتوى ديالي اللي شريف.
كما كتشوفوا هذه هي الجلابه ديالي اللي عملتها بالرنده وخيطتها وصلحتها وحطيتها في الفيديو وما لبستهاش عليا. نقول لكم كي جاتني، الا كنت غادي نلبسها عليا غادي نلبسها في داري اولا غادي نلبسها ونستر راسي بالدره ونخرج بها باش ما نشوهش براسي. شوف كي جاتني نهائيا، غنقول كي جاتني في داري، ما غنقولش كي جاتني امام الملاء او يشوفوني الناس رجال ونساء وعيال وكل شيء يشوفني، موالي القهاوي موالي الحوانت، كل شيء كيشوفني، كل شيء كيشوف. هذاك الشيء حرام، حرام في الدين ديالنا. الانسان الا دار شي حاجه، الا لبس شي حاجه يقيصها يكون بوحديته في البيت اولا هو والزوج ديالو اولا هو وليداته، بلا ما يبقى يشهر في راسو هكا كي جاتني. هذاك اللي تسمى عارضه الازياء. يعني الانسان مني كيلبس شي حاجه ويبان هكا على خوتو الدراوش، يعني يتسمى هذيك عارضه الازياء، كتعرض راسك، كتعرض المفاتن ديالك. هذيك حرام في الدين ديالنا وفي الدين ديال الاسلام. هادشي اللي كنقول لكم اخوتي، وهذا هو المحتوى ديالي، وكنتمنى الله يعجبكم.